جدد شويه في المنتخب يعني. برضو انت بتقول وجهه نظر وفي الاخر كابتن حسام هيعمل اللي هو عايزه يعني. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم الكره في القهوه. النهارده جايين نتكلم انا ومهند ندردش في شويه مواضيع كده. جايين نتكلم في توبيك وموضوع مختلف تماما، مش هنرتب حاجه ومش هنقول لسته التوب 10 في حاجه، بس جايين نتناقش في شويه نقط كده صغيره. انا كنت بفكر فيها انا ومهند، كنا بندردش فيها في القهوه، فقلنا ليه ما نتكلمش في الموضوع في البرنامج والناس تشاركنا رايها. ايه رايك؟ انا موافق جدا. صح ولما كده؟ اقترحت عليا الفكره دي قلت لك دي فكره هايله ونغير شويه من اللي احنا بنعمله ويبقى عندنا كذا حاجه والناس هي اللي تقرر انهي احسن حاجه احنا هنتكلم في العموم. انا مجهز لك شويه اسئله كده اسمع بالظبط. رايك فيها ايه وكلها ارتجال يعني انا وبصراحه نبقى مبسوطين جدا لو الناس شاركتنا بجد بارائها، لان احنا في الاخر هو نقاش في الكوره يعني. هي الكوره اللي بتتكلم فيها في القهوه مع اصحابك يعني. وزي ما بقول لك كان كله هو ارتجال يعني. انا جاي مش محضر حاجه، احنا هنقعد نتكلم عادي زي ما بنقعد في القهوه بنتكلم، كل واحد بيسال التاني سؤال وهو بيتكلم. فانا عن نفسي جاي مش محضر حاجه، انا جاي هرتجل كل اللي انت هتقول لي عليه انا هجاوبه طبعا بمنطق يعني، مش هنتعشوق زي ما بنتعشوق في القهوه يعني. بس انا بصراحه انا متحمس للحلقه دي، عايز اشوف الموضوع هيبقى عامل ازاي وتعالى نجرب. يلا بينا. طيب اول موضوع عايز اتكلم فيه، ايه رايك في نظام دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج الجديد؟ اوكي، يعني هل اضاف للبطوله ولا خد منها؟ بص، هو في المجمل للفرق الصغيره هو بقى احسن للفرق الصغيره اللي هي عايزه تنافس وعايزه تبان قدام الناس وعايزه تبقى ليها اداءات، والنادي حتى اللي بيبقى داخل بفكره استثمار ان هو داخل يبيع او داخل عايز يعرض لعيبته للماركت. في انديه كتير بتبقى عندها الفكر ده يعني، فهو بيبقى داخل عايز ده، داخل عايز يلعب قدام ريال مدريد، عايز يتشاف قدام ريال مدريد، قدام مانشستر سيتي، قدام برشلونه، قدام كل الفرق الكبيره. ان هو وليه لا، ما انا ممكن اكسب. وده زي اللي حصل السنه اللي فاتت، شفت فرق بتعمل ماتشات كبيره قوي قدام فرق برضو كبيره تعتبر، استون فيلا، بريست. بالظبط. الناس اصلا صاعدين توب 10 من التوب 8، وانت ازاي دول اصلا في التوب 8 والتانيين؟ كانت مفاجاه بالظبط. انت ريال مدريد ومانشستر سيتي بيلعبوا ملحق، واليوفي بالظبط، وبي اس في كمل. فاللي هو لا، كان الموضوع اعتقد ان الفرق ما كانتش السنه اللي فاتت ما كانتش واخده بالها من اللي ده هيحصل. هي كانت فاكره ان الموضوع هيبقى ابسط او بتلعب تشامبيونز ليج بالطريقه الطبيعيه، الفرق الكبيره، فاتفاجئت بالموضوع او اتفاجئت بالوضع يعني. بس اعتقد السنه دي هيبقى الوضع مختلف، كل واحد خلاص هيبقى عنده الذكرى السيئه بتاعته اللي حصلت السنه اللي فاتت. لان خلي بالك هو بيزود لك ماتش في نص السيزون، انت في غنى عنه يعني. ريال مدريد ومانشستر سيتي لاعبين دور 16، هما الاثنين اقوى فرقتين بيلعبوا بعض، دور 16 ملوش معنى. حاسس ان الموضوع عادل ان انت لما بيتحط القرعه ان الفريق ده هيلاعب الفريق ده ومش هيلاعبوا تاني، بيلعبوا يا اما هوم يا اما اوي، وبعد كده يلعب فريق تاني، بيبقى في ماتشات مثلا بيبقى نفسك تبقى عايز تشوفها يعني. مثلا يترتب ليفربول وبرشلونه والسيتي وهم ما لعبوش بعض. انا فاهم، بس هي برضو خلي بالك هي زودت متعه تانية يعني، فاهم اللي انت بتتكلم فيه. بس هي من الناحيه التانية زودت متعه تانية اكتر في ان انت بدل ما كان الفريق الواحد بيلعب ماتش يعني مثلا ليفربول وباريس هما الاثنين في مجموعه واحده، دي اقوى ماتش في المجموعه. في مجاميع تانية بتبقى ميته خالص، صح. فهو زود لك متعه من الناحيه التانية ان انت الفريق اللي هو مترنك رانك 1 بيلاعب فرقتين من الرانك 1 اللي زيه، وبيلاعب فرقتين من الرانك 2، فاهم، وبيلاعب رانكتين من رانك 3 وهكذا. فهو زودت متعه من الناحيه الثانيه، بس هي في نفس الوقت زي ما انت بتقول ان هي بقت انفير شويه، ان الفريق اللي بيخسر ما عندوش وقت فرصه ان هو يعوض. بس انت في الاخر كده الفرق اللي بتصعد دور 16 بنسبه 90% وانت داخل تشامبيونز ليج بتبقى معروفه. انت مش محتاج ان انت تعمل حاجه يعني، انت كده عارف مين اللي داخل. فهي انفير شويه، بس من الناحيه الثانيه من ناحيه المتعه لا، هي وفي الاخر حققت لليويفا اللي هي عايزاه، ماتشات اكتر وتسويق اكتر. هو اللي بيتضايق في الاخر او اللي بيتفشخ في الاخر يعني اللي بيلعب دور 16 زياده، البلاي اوفز بالظبط. وغير ان انت بتلعب ماتشين زياده عن دور المجموعات الطبيعي. بس هي دي الفكره يعني. ماشي، انا هنقل بقى، عندي اسالك انا سؤال، وسؤال لسه هيحصل طازه. لا لسه هيتعمل يعني. أيوة، شايف افريقيا اللي جايه ازاي، اللي في شهر 12 هتبقى عامله ازاي؟ وشايف مين الفرق اللي ممكن تنافس في البطوله؟ والبطوله اصلا هتبقى بطوله ناجحه ولا تبقى بطوله فاشله زي البطولات اللي فشلت قبل كده افريقيا كتير يعني؟ بص، انا من مدرسه او من الناس المشجعين اللي بيحبوا يتفرجوا على الفرق الصغيره بتفجر المفاجآت يعني. انا بحب دايما الحصان الاسود اللي في البطوله، بحب الفرق الصغيره اللي بتظهر وبتقدم اداء ما كانش متوقع. وده حصل كتير البطوله اللي فاتت بالذات، في فرق ادت ماتشات كانت حلوه جدا، كاب فيردي، جزر القمر،
غينيا الاستوائيه، الفرق دي انا كنت مبسوط بيها جدا، بتشوف على حاجه جديده. وعلى الناحيه الثانيه الفرق الكبيره ما ادتش اللي المفروض كانت تأديه، دي كانت من المفاجآت بتاعه البطوله. اللي انا متخيله لما شفت كده مستوى المنتخبات الفتره اللي فاتت، انا شايف ان طبعا كوت ديفوار هيبقى مرشح، نيجيريا بتقدم كرة كويسة الفترة اللي فاتت دي وهتبقى مرشح، ومصر في فورمة كويسة مع كابتن حسام واظن ان هي برضو هتبقى من المرشحين. مستوى الجزائر مش عاجبني قوي، مستوى تونس مش عاجبني، المغرب على وضعها، الكاميرون عادي نص نص. بس انا متخيل برضو ان الكونغو هتقدم بطولة كويسة، غينيا الاستوائية هتقدم بطولة كويسة، جزر القمر هتقدم بطولة كويسة. وده اللي انا بحبه، ان الفرق الصغيرة دي تظهر. نظام المجموعات ان انت هيصعد اصلا احسن 4 توالت، ده هيسهل كمان ان اللي هيأدي بس ايه نص نص في المجموعات هيعرف يكمل وهيعرف يبقى عنده فرص. فانا حاسس ان المنافسه الفتره اللي جايه هتبقى ما بين غانا، مستواها مش احسن حاجه، بس مش عارف هيعرفوا يلحقوا الوضع ده ولا لا. السنغال مستواها ثابت، بس عندها مشكله ان هي ما بتعملش احلال وتجديد، عندها الاعمار الكبيره بدات تزيد في المنتخب، واللعيبه اللي بيطعموا بيها مش دي السنغال. يعني في لعيبه كويسه، بس مثلا ضاف من الاسماء اللي بدات تظهر نيكولاس جاكسون، بس نيكولاس جاكسون مش على قلب الحدث خالص يعني. ففين بقى ايام اللعيبه الكبيره، سواء بقى ماني طبعا لسه موجود وديا، وفي اسامي كانت كويسه، بس اظن في برضو اسماعيل صار، في شويه اسامي برضو هتبقى كويسه. فيعني اظن ان هتبقى غانا، قصدي اسف السنغال هتبقى، فاظن البطوله الجايه هتبقى بطوله حلوه، خصوصا ان هي بتلعب في المغرب، والمغرب بتعرف تنظم بطولات. ايوه دي حقيقه، اتمنى حاجه زي دي يعني، اتمنى ان احنا نقدم كره بنت ناس لا محترمه هنقدم يعني. لا ان شاء الله هنقدم ان شاء الله. طيب بما ان انت فتحت موضوع افريقيا، فهنفضل في نفس الموضوع كده لسؤال كمان. اوكي. لو انت مكان كابتن حسام وعندك هتاخد قائمه من 22، انا نفترض ان هي 22 لعيب من كل مركز 2، اوكي، هتاخد مين من الاسامي اللي انت شايفها في الدوري دلوقتي؟ يعني تيجي صعبه قوي يعني بس يعني حاجه هتخلينا نبص على الاسامي اللي بتظهر في الدوري ونجدد شويه في المنتخب. يعني برضو انت بتقول وجهه نظر، وفي الاخر كابتن حسام هيعمل اللي هو عايزه يعني مش هنغير حاجه في الحقيقه. لا قصدي يعني ان هي في حاجات، يعني ممكن حاجات تسقط مني وانا ما عادي، احنا بنفكر. ايوه. طيب ماشي، انا ممكن نبتدي مركز حراسه المرمى. خليني اروح لحراس المرمى. ممكن اقول شوبير والشناوي. شناوي بقى بيراميدز او شناوي اهلي يعني، بس الاثنين حاسس ان هم نفس المستوى. وشوبير لازم يبقى موجود، لان انا شايف ان هو اللي هيبقى جاي يعني، فلازم ياخد شويه خبرات يعني. كده هو هيبقى حارس ثالث يعني، حتى لو هيروح هيبقى ثالث. هو ممكن والشناوي وشوبير الثلاثه هم اللي يروحوا يعني. كده شوبير هيبقى ثالث. لا اديني اسمين يعني. الشناوي وشوبير، شناوي الاهلي وشوبير. اوكي ماشي. ممكن اروح للباك اليمين محمد هاني، للاسف يعني محمد هاني. وممكن اخد احمد هاني بتاع سيراميكا، لو هو اسمه احمد هاني يعني، اعتقد ان هو كان اسمه احمد هاني، باك يمين. مش عارف ليه حاسس ان كريم العراقي بيعمل موسم بدايه كويسه مع المصري. بص هو انا يعني كريم العراقي واحمد عيد الاثنين بيبدلوا مع بعض. واحمد عيد كويس، الاثنين بيبدلوا مع بعض. هما الاثنين مستواهم لحد دلوقتي من بدايه الدوري السنه دي هو مش ثابت. يعني في ال3 ماتشات اللي اتلعبوا او ال4 ماتشات اللي اتلعبوا ما حدش فيهم ثابت، ده بيبدا ماتش وده بيبدا ماتش، وحتى اللي بيلعب ما بيكملش ال 60 دقيقه يعني. ده من الحاجات اللي انا بشوفها على اليوتيوب. ما تاخدش عمر جابر؟ وانت لسه قايل ان احنا محتاجين نجدد يعني. انا خدت محمد هاني للاسف كده التجديد يعني هو ده التجديد. لا بس احمد هاني بتاع سيراميكا ده اعتقد ان ده هيبقى انا يعني. بقصد بالتجديد على حسب المستوى والفورمه بتاعتهم طبعا. يعني. عمر جابر ممكن يخش طبعا بالمستوى اللي هو بيقدمه، بس خلاص حاسس ان هو محتاجين حتى محمد هاني، حتى لو يروح يبقى بديل بس. طب يلا نروح على الباك الشمال. ماشي. باك الشمال محمد حمدي وكريم حافظ، انا بالنسبه لي ما فيش اختلاف عليهم. محمد شكري لسه رجله مش ثابته، كريم الدبيس ما عملش حاجه. كوكا بيلعب باك شمال، هو مش باك شمال. الزمالك بنتاج هو اللي بيلعب، ف محمد شكري مش ثابت، فكريم حافظ ومحمد حمدي. طيب 4 مدافعين ممكن اخد ياسين مرعي ومحمود مرعي بتاع بيراميدز، واخد حسام عبد المجيد والونش. 4 مدافعين. تمام. لو هنروح لنص الملعب مش هتاخد محمد عبد المنعم؟ مع عبد المنعم صليبي، مش موجود. ماشي ماشي. هروح نص الملعب على الدايره، ممكن اخد مروان عطيه وحمدي فتحي، واخد امام وشحاته. ماشي. واخد شحاته.
تلعب ب3 في نص الملعب. ماشي. امام وشحاته، وممكن عمرو السولية عامل بدايه موسم مش وحشه، ممكن يتاخد. وانا شايف احمد عاطف قطه بتاع بيراميدز برده من السيزون اللي فات وهو اون فاير يعني، وبادئ السيزون ده كويس برده. وانا حاسس ان عمر الساعي برده لو كمل ممكن يظهر يعني. حسام حسن بيحب اللعيبه الاندر ريتد شويه، عملها قبل كده مع الشامي ساعه لما كان مصر عليه، فممكن يعملها مع عمر الساعي. بس انا بالنسبه لي عايز كان بوجهه نظرك انت يعني. لا، انا شايف ان احمد عاطف قطه ومحمود شحاته وامام ومروان هم دول الاربعه اللي الثلاثه منهم يبقوا اساسيين. تمام. يعني حتى حمدي وكده يبقى دكه. ماشي يا باشا. وينج اليمين. وينج اليمين صلاح وزيزو. وينج شمال تريزيجيه ومرموش وابراهيم عادل. الوينج ده الحته دي اللي انا اخد فيها 3. تريزيجيه ومرموش وابراهيم عادل، وقدام مصطفى محمد ومحمد شريف. محمد ومحمد شريف. فده اللي انا طبعا لو نسيت حد بقى فده دي ارتجاله دلوقتي حالا وانا قاعد يعني. فلو نسيت حاجه تبقى من ماشي. عندنا بقى. ماشي يعني. بس لو كابتن حسام شاف الحلقه دي يعني انا مش مسؤول اصلا. عشان لو حد كلمك انا ما اعرفكش. يا ربنا يسهل. ماشي. خليني انقل بقى انا بره شويه. نرجع للكره اللي احنا بنتفرج عليها شويه. الدوري الانجليزي السنه دي انا شايف ان هو هيبقى اقوى نسخه من نسخ فاتت بسبب الترانسفيرز وبسبب الانتقالات، الحاجات اللي حصلت السنه دي من كل الفرق. فانت شايف الدوري الانجليزي ازاي السنه دي؟ وشايف المنافسه هتكمل ولا الدوري هيتحسم بدري زي كل سنه في السنوات الاخيره يعني؟ بص، الدوري الانجليزي كل سنه بيفرق عن بقيه الدوريات بالانتقالات والانتدابات اللي بيعملها، بيفرق بمرحله، والباقيين ما بيلحقوش يواجبوا الكلام ده. فتاكيدا على كلامك المنافسه السنه دي هتبقى قويه جدا. كله بدا يشتغل على اللي كان ناقصه فعلا، مش زي تدعيمات اللي السنين اللي فاتت كان يا اما بتجيب اسامي يا اما بتدعم مراكز مش دي اللي انت محتاج تدعمها. الا يعني مثلا زي يونايتد كان محتاج يدعم مثلا في الدفاع وفي نص الملعب ما دعمش، وفي حراسه المرمى في شويه برضو تدعيمات وقعت، بس الاوفرول او النظره الكامله للدوري لا، الكل دعم تدعيمات قويه جدا جدا جدا. واظن ترانسفيرز وخلاص يعني. بالظبط كده. وحتى توتنهام عامل تدعيمات كويسه. المنافسه المره دي انا متخيل ان هي بجد هتبقى بين التوب 6 يعني. هيبقى فعلا التوب 6، مش هنلاقي مفاجآت بقى برايتون ونيوكاسل واستون فيلا. ما اظنش ان احنا نشوف المفاجآت دي السنه ده تخيلي يعني. واظن المنافسه هتكمل للاخر ومش هتبقى ما بين فريقين. لا، انا متخيل هلاقي ارسنال، متخيل هلاقي السيتي، متخيل هلاقي ليفربول، هلاقي بظهرهم يونايتد وتشيلسي وتوتنهام بينافسوا على المراكز اللي بعد كده. ده تخيلي. توب 6 حقيقي يعني. ده انا متخيل ان ده اللي انا هشوفه الدوري ده، لان التدعيمات الفرق دي حتى في الصرف صف الانتقالات بتاعتهم هي الفرق دي اللي في التوب. يعني هو ده اللي فعلا اتعمل. يمكن المرشح الاقرب من وجهة نظري ليفربول، ويمكن ارسنال، وبعد كده يجي السيتي وفي يونايتد، بعديهم ممكن يبقى في تشيلسي وتوتنهام. ولو ان تشيلسي طبعا ماريسكا كمدرب انا شايفه اتقل من اموريم بتاع يونايتد. انا مستني نسخه قويه جدا السنه دي في البريمير ليج. خلينا نشوف. طيب اسالك بقى سؤال عام شويه. ايه هو تقييمك انك تقول ان النادي ده نادي كبير؟ يعني هل انت بتعتمد في التقييم ده على الجماهيريه، ولا تعتمد على ادائه انه بيقدم كرة حلوه، ولا ان هو فريق بدأ يظهر وبدأ يحقق بطولات في الفترة اللي احنا فيها، ولا تاريخه الكبير بالبطولات القديمة ونزل مستواه؟ ايه اللي بتقول عليه فريق كبير؟ بص، هي فكرة الجماهير دي مش موجودة غير عندنا هنا شوية، ان بره كل نادي اصلا ليه جماهيره. يعني خلينا نتكلم بتتكلم على انهي نطاق؟ الجماهير عامة ولا الجماهير في كل بلد بتاع كل نادي؟ هو سؤال مظبوط، بس طبعا الجماهير عامه ده عامل، بس ماشي. جماهير البلد نفسها هم الاهم. بالظبط. يعني انت مثلا عندك هتلاقي الدوري الانجليزي مثلا في انجلترا ما حدش بيشجع من اسبانيا حد في الدوري الانجليزي. ماشي، صح. فاهم قصدي؟ يعني فعشان كده بقول لك الجماهير اعتقد مش هتبقى عامل اساسي في ان النادي ده كبير ولا لا، لان انت لا بس 70% يعني او 50% من النوادي ليهم جماهير. يعني مثلا في انجلترا معروف جدا ان الاكثر شعبيه هناك ايوه طبعا في مانشستر يونايتد وارسنال وليفربول. انا فاهم، بس انا بتكلم في الاخر انت لو رحت انجلترا هتلاقي جماهير للنادي اللي بيلعب درجه ثابته. ايوه بس فرق حجم الجماهير كده يبقى سبورت انك تقيم ان النادي ده بانه نادي كبير، بس مش عامل اساسي. ماشي. انا بشوف ان هو الجماهير عامل، بس مش هو العامل الاساسي ان انا احكم ان النادي ده هيبقى ليه تاريخ او ان هو نادي كبير يتقال عليه نادي كبير. بالظبط. او ده عامل بس مش هيبقى، يعني ممكن يبقى ليه 10 او 20%
من العوامل ماشي. من وجهه نظري. ماشي. اهم حاجه او العامل اللي انت بتقول عليه ان ده نادي كبير، الارث بتاعه او تاريخ. طريقته اللي هو اصلا معروف بيها او طريقته اللي هو بيلعب بيها. يعني في ناس بتعتبر ان ارسنال نادي كبير بسبب ان كورته حلوه، او ان هم بيشوفوه نادي ما بياخدش او عشان بطولات. تاريخه، ما برضه ليه ليه تاريخ. تاريخ، بس هو مش اكتر نادي في انجلترا مثلا بياخد بطولات. انت عندك مثلا السيتي وليفربول، عندك مانشستر يونايتد طبعا. عندك كل الكلام ده، فدول اكتر من ارسنال. وارسنال اخر مره واخد دوري بتتكلم في اكتر من 20 سنه 2004 تقريبا بالظبط. فانت في الاخر هو بيعتبر ان هو نادي كبير للتاريخ اللي عمله قبل كده وللكره اللي هو بيلعبها. يعني انت مش هتلاقي مثلا انديه كتير بتلعب نفس كره ارسنال، مش هتلاقي انديه كتير بتلعب نفس كره برشلونه، مش هتلاقي انديه كتير بتلعب ده الارث بتاعهم. يعني مش هاجي اقول لك ان السيتي ليها ارث كروي، لا هو جوارديولا هو اللي بدا طيب يحط ده. حاجه زي السيتي دلوقتي بدا ياخد بطولات مؤخرا حلو. وبدا يلعب كره حلوه، تعتبره نادي كبير؟ للاسف يبقى انت خدت برضو العامل ده معاك بالظبط. ما انا بقول لك للاسف ان انت كده هو نادي كبير بان هو دلوقتي دخل وسط الانديه الكبيره، ان هو يا باشا لا انا موجود. بي اس جي نفس الكلام بالظبط، بس اقل شويه من مانشستر سيتي، لان مانشستر سيتي بقى له اكتر من 10 سنين او 15 سنه موجود على الساحه. ليه اقل؟ ما هو التاني ده خد دوري ابطال وده خد دوري ابطال عادي. ماشي، بس يعني بكلمك في ان العامل حتى بتاع مانشستر سيتي موجود فين. يعني مانشستر سيتي مثلا اخر 5-6 سنين موجود سيمي فاينال تشامبيونز ليج، فاهم؟ اخر مثلا 10 سنين واخد دوري الانجليزي 6-7 مرات. باريس ما حدش بينافسه في فرنسا، فاهم قصدي ايه؟ فانت ماشي خلاص، هو يعتبر بقى نادي كبير بسبب امكانيات الصرف وبسبب امكانيات اللعيبه وبسبب الجماهير برضه وبسبب كل الكلام ده. بس في الاخر لما هتيجي تصنف توب 5 في اوروبا مش هتحط فيهم باريس، بس ممكن تحط فيهم مانشستر سيتي. فاهم قصدي ايه؟ من قوه الفريق، من تدعيمات الفريق، من حتى من لو نفس الكونسبت لا ده تقيل وده تقيل في سنه. لكن انا بكلمك في اخر 10 سنين بي اس جي وصل فاينل 2020. طيب بس مانشستر سيتي وصل فاينل كام مره؟ وصل فاينل مرتين او 3 مرات من واحد او 3 مرات. طيب 3 مرات فلا يعني انت مش هتدخل فيها مرتين مش هتدخل فيها تشامبيونز ليج بس انا بكلمك حتى في الدوري في عامل مين اقوى، الدوري الانجليزي ولا الدوري الفرنسي؟ فاهم قصدي؟ ففي الاخر انت ليك عوامل انت مضطر ان انت تبقى مربوط بيها، ان الدوري الانجليزي اقوى، الدوري الاسباني اقوى، فاهم؟ فانت مش يعني الدوري كمان عامل في انك تشوف الفريق ده كبير ولا صغير. طب الدوري الالماني مش قوي؟ البايرن كده مش كبير؟ البايرن كبير بسبب البطولات الاوروبيه والتاريخ، مش ظاهر على الساحه بقاله كام سنه، بقاله حب. بس للاسف مش هتقدر ان انت تخفي البايرن ان هو فريق كبير. يبقى اظن كل العوامل اللي داخله معاك بالظبط. بس هي كل حاجه اعتقد ان هي ليها نسبه مئويه شويه. الجماهير اعتقد اقل نسبه، البطولات والتاريخ القديم ليهم اكبر نسبه او اكبر عامل اعتقد. بعديها بيجي وضعك الحالي او تاريخك اللي انت بتحاول دلوقتي تحطه بالظبط. وبعديها بيجي الجماهير، او قبل الجماهير بيجي الارث بتاعك او طريقه لعبك او الحاجات اللي انت معروف بيها، وبعد كده بتيجي الجماهير. ماشي، كلام محترم. الله يخليك. دي ارتجاله حالا يعني. ما هو ده الهدف يعني، هو ده النقاش بالظبط. طيب السؤال اللي بعد كده بقى، ايه احسن بطوله تقدر تقيمها ان دي افضل بطوله انت اتفرجت عليها، ايا كان بقى نوع البطوله ايه؟ دي هتبقى فيها حته العاطفه شويه. يعني انا مش هقول لك، لان في الاخر يعني مثلا بطوله زي بطوله كاس العالم بتتفرج عليها الهدف المتعه. مش يعني انا ما عنديش منتخب بقعد متحمس له واقعد اشجعه ومستنيه يكسب، عادي مش فارق لي مين اللي بيبقى في شويه ميول شويه، بس في الاخر مش مستني حاجه من حد يعني. فلو هحكم على بطوله شفتها فانا هقول على بطوله ريال مدريد بتاعه الشامبيونز ليج بتاعه 2022 2022. انت البطوله دي ريال مدريد لعب فيها باريس، كان خسران دور ال 16 1-0، رجع كسب 3-1 هاتريك بنزيما في 10 دقائق او ربع ساعه. رجع بعد كده لعب تشيلسي، كسب، كان كسبان في انجلترا 3-1، رجع تشيلسي عمل ريمونتادا في البرنابيو وكان كسبان 3-0. بعد كده الوش رجل بتاع مودريتش اللي مش هيتنسي طبعا بالظبط، بقت 3-1 ودخلت اكسترا تايم وبنزيما جاب جون بقت 3-2. خسرت بس اتاهلت. بعد كده ماتش السيتي 4-3 وبعد كده رجعت كسبت في اسبانيا تاني الفم حاجه بتاعت رودريجو. والفاينل ليفربول. فانت اصلا بطوله انت من دور ال 16 لحد الفاينل انت ما فيش فريق ضعيف لعبته. انت ملاعب باريس في تشيلسي تقايل اوروبا كلها بالظبط. انت ملاعب 3 اصلا من انجلترا، من التوب 6 في انجلترا. وباريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان كان لسه فيها نيمار وكان فيها لسه فيها مبابي، فاللي هو لا الفرقه كانت لسه على وضعها يعني. بس فدي اعتقد دي احسن بطوله انا شفتها، ودي برضه في الاخر بسبب العاطفه. يعني في ناس كتير عارف انت تخيلت ان ممكن تبقى اجابتك كاس عالم او يورو مثلا. ما انا عشان كده ما انا رديت عليك في الاول. انا فاهم يعني، بس يعني ماليش فيها حاجه يعني. بص انا جبت لك بطوله مش ماتش،
فاهم يعني انا في الاخر في كاس العالم مثلا اقول لك الفاينل بتاع كاس العالم هو اقوى ماتش اتلعب في التاريخ كمتعه، بس كبطوله ما كنتش مهتم. فاهم انت في الاخر هتهتم بالفرق او الماتشات المهمه. انا في الاخر ما عنديش انا ميول. مختلف معاك بس يعني تتفرج. فاهم اللي انت بتقوله. انت هتتفرج كده كده. انا اتفرجت على كاس العالم كله بس عادي ما كانش فارق لي. فاهم اللي هو عادي بتفرج مين كسب مين خسر مش فارق لي. ما بس نفس الكلام مع الشامبيونز ليج، انت مش هتراجع مش هتتفرج غير على ريال مدريد بس انا الاهتمام يعني. جبت لك 8 ماتشات او 7 ماتشات 7 ماشي. ماتشات فاهم من اولهم لاخرهم. لا الماتشات كلهم كانت حلوه فشخ من اولها ماشي. لاخرها. ماشي. بس هي دي عشان كده انا اخترت البطوله دي يعني. ماشي يلا. ماشي. خليني بقى انا اسالك سؤال انا مش فاكره دلوقتي بس هفتكره معاك واحنا قاعدين. خليني اسالك على ايطاليا. ايه مستوى تراجع منتخب ايطاليا الفتره الاخيره من بعد اليورو انت حتى لما كسبوا اليورو؟ سؤال جه على الجرح. جه على الجرح قوي. ايوه والله ايطاليا انا شايف ان هي نقطه ضعفها دلوقتي هتبقى نقطه قوتها قدام. بمعنى ان ايطاليا دلوقتي نقطه ضعفها ان مفيش اللعيبه اللي تشيل اسم ايطاليا. الارث اللي انت بتتكلم عليه الجرينتا مش موجوده دلوقتي. بس ايطاليا بتحضر جيل ناشئين 19 سنه و17 سنه و21 سنه بتهيألي هينافس بقوه جدا 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 في السنوات اللي فاتت. يعني بعد اليورو بتاع 2020 بتاع ايطاليا الشباب خدوا اليورو، فالفريق لا هي ايطاليا بتحضر لقدام. بس دلوقتي الجيل اللي موجود ما عندوش الكاريزما ان هو يبقى ايطاليا دي من تقايل اوروبا من تقايل العالم. انت المفروض بتلعب كره ما فيش المهارات ما فيش لا الدفاع الصلب موجود ولا اللعيبه المهاريه اللي كانت بتجد الحلول سواء على الوينجات او في الهجوم موجوده ولا صناع الالعاب المايستروهات اللي كانوا موجودين في نص الملعب قبل كده. سواء بتتكلم بقى على بيرلو على دي روسي على توتي على ماركيزيو على المسامير دي مش موجوده. في شويه بوادر في باريلا في تونالي في كييزا في كام اسم بس مش هم دول اللي هيشيلوا ايطاليا. في الاخر انت لما تيجي تسال مين المهاجم الاساسي في ايطاليا هتلاقي بتروح لاسامي ايه بقى؟ هتلاقي بتروح لريتيجوي، هتلاقي بتروح لحد خلاص فنش كوره. الموضوع صعب مفيش حد تقدر تعتمد عليه. فهي مشكله ايطاليا في اللعيبه الطليان ان هم مفيش حد بالكواليتي اللي تشيل الاسم. وانا شايف ان سرعه تغيير المدربين دي برضو مشكله كبيره جدا. ان انت تجيب مانشيني وبعد كده تجيب مين تاني اللي كان بيدرب روما سباليتي. سباليتي وتقعد تغير في المدربين كتير ورا بعض عامل مشكله. اللعيبه مش عارفه تستقر مع مدرب على طريقه لعب معينه يعني. دي حقيقة. فحاسس ان هي نقطه ضعف دلوقتي بس اظن على المدى البعيد ان هي هتتحسن. خلينا نشوف. انا اخر سؤال النهارده عشان ما نطولش الحلقه عن كده. اتفضل. بس شايف ان هي نقطه مهمه جدا جدا بالذات لينا احنا كناس بتعمل محتوى بيتكلم في الكوره. هل انت شايف ان ينفع حد ما مارسش كره القدم بشكل احترافي ان هو يتكلم في التحليل ويتكلم على الكوره ويظهر قدام الناس او ان هو يخش مجال التدريب؟ مليون في المية. مليون في المية بالظبط. بس هي المشكله الوحيده اللي هتقابلك هنا هي مشكله العادات والتقاليد او الحاجات اللي اللعيبه بقى متعارف عليها. يعني انت مثلا لعيبه بتلعب مثلا بقاله مثلا 10 او 15 سنه في الدوري او حتى لو 5 سنين في الدوري وجي واحد لسه واخد رخصه او هو اصلا ما كانش بيلعب كوره صح ودخل صح وشاف ان هو بيديله صح. تعليمات هو مش هيتقبلها. بس هو في الحقيقه هو ممكن يبقى عنده معلومات وعنده حاجات شايفها وعنده وجهات نظر احسن من اللي كان بيدربه طول حياته. صح. لان هم اصلا كلهم كل المدربين وكل الناس هي بتلف على الانديه. انا بتكلم على هنا ما بتكلمش على بره لان بره اعتقد الموضوع ده ناجح. يعني انا هاخد الراي المضاد عشان اناقشك في الموضوع ده. يجي حد يقول لك انت مش عارف التكتيك بيتنفذ ازاي في ارض الملعب واللاعب بيبذل مجهود قد ايه علشان تقدر تحكم عليه تقول اللعيب ده كويس او وحش. انت قاعد بتتفرج. خليني اقول لك على حاجه ان انت كلاعب كوره ان انت كنت لعيب كوره ودخلت مجال التدريب او بتحلل فانت عندك ايدج 50% زياده. تمام 50% وده رقم ممكن كبير. يبقى ممكن يزيد عن كده كمان. تمام. لو انت بني ادم بتفهم لو انت واحد مخ نضيف وتعلم زياده عن او خد كورسات او خد رخص او خد كل الكلام ده على ال 50% بتاعت الكوره اللي هو كان بيلعبها فهو ممكن يوصل ل 80 90% ان هو عنده ايدج زياده. بس انت كده سبت للي ما مارسش الرياضه 30 40 50% بالظبط. ما انا بقول لك ان هو عنده ايدج بس ده ما يمنعش ان هو ممكن يكون
لو خد رخص وخد تدريب وخد كل الكلام ده يبقى احسن من اللي لعب كوره. انا اصلا مع المبدا ده جدا بالظبط. يعني. هو غير ان وعلى اي الساحة- حد ليه حق ان هو يقول طبعا رايه، ممكن رايه يبقى فعلا حقيقي لان هو ليه وجهه نظر، بس طبعا مش دايما هو ده بيبقى اللي بيحصل يعني. مفيش حد صح على طول، حتى اللي ما لعبش كوره ممكن يبقى عنده اراء غلط، وممكن في ناس صح. كتير بتفلت منها. بس انا بكلمك في ان انت حتى دلوقتي اللي على الساحه او حتى الناس اللي انت بتتفرج عليها، انت ما تفتحش مثلا برنامج فيه ناس قاعده بتتكلم بتحلل الكوره بعد الماتش، انت بتخلص الماتش بتقفل، ده لو انت اتفرجت على الماتش اصلا، فاهم؟ فانت ايه اللي بيحصل؟ حتى سيبك من حتى هنا المحلي، خلينا نتكلم على اللي بره. انت حتى بعد الماتش اللي بره بيجي استوديو تحليلي، انت ما تتفرجش على استوديو تحليلي. انا واحد من الناس بعد ما الماتش بيخلص انا ما بتفرجش على استوديو التحليل، انا بفتح اليوتيوب اشوف اي حد من اللي بيتكلم في الكوره بيشوف هو قال ايه على الماتش، اللي كلامه بيعجبني في الكوره بالظبط، اللي بيتكلم اقول لك بمنطقيه. على حاجه، حتى اللي ما بيعجبنيش كلامه بس في الاخر هو عنده وجهه نظر، انا عايز اشوف وجهه النظر دي قال فيها ايه، عايز اشوف هو وجهه نظره في الماتش كانت عامله ازاي، وجهه نظره حتى لو فيها عاطفه شويه هو هيبقى بيتكلم عنها ازاي. عايزين نرفع شعار الكوره للجميع. بالظبط. فالناس دلوقتي حتى يعني انا شايف ان كل اللي بيتعمل على التلفزيون او كل الناس اللي بتتكلم هي بتتكلم بكونسبت واحد، كلهم بيتكلموا بنفس الطريقه، نفس طريقه الفكر، نفس طريقه الكلام، مفيش حاجه بتتغير. انت لو فتحت ماتش النهارده هتلاقيه نفس الكلام اللي كان بيتقال امبارح، نفس الكلام اللي اتقال امبارح. انا مثلا الناس بتفرج عليه على اليوتيوب، انا ما بشجعش الزمالك، بس انا في واحد مثلا بيتكلم في الزمالك انا كلامه بيعجبني، انا بقعد اشوف تحليل، انا ممكن اكون ما اتفرجتش على ماتش الزمالك بس انا افتح ماتش تحليل اشوف هو كان بيحلل ماتش الزمالك عامل ازاي. فلا يعني الموضوع بيبقى مختلف تماما عن اللي انت بتتفرج عليه في الاستوديوهات التحليليه. فانا بشوف لا، الموضوع طبعا لازم يبقى موجود، ولازم يبقى موجود كتير جدا كمان الناس تبقى موجوده فيه يعني. انا نفسي اشوف قريب قوي في الدوري المصري مدرب ما مارسش كره القدم وماسك فريق في الدوري المصري. لا خالص. صعب محتاجه حاجات كتيره قوي عشان توصل للمرحله دي يعني. فاهم. شكرا يا مهند. اتفضل. طيب خليني انا اروح برضو لاخر سؤال عندي، وطالما نزلنا في المحلي فخلينا نكمل في المحلي. الدوري المصري السنه دي هو اول مره يتلعب 21 فرقه، فانت شايف الدوري هيبقى عامل ازاي، وشايف المنافسه هتكمل ولا برضو الدوري هيخلص بدري؟ وطريقه المجموعتين ونفس طريقه عملت السنه اللي فاتت، هي طريقه ناجحه ولا فاشله؟ عايز اسمع وجهه نظرك. طيب الدوري هيبقى فيه منافسه للاخر او لا؟ بعيدا عن اي حاجه بره كره القدم العادله، فالدوري هيبقى فيه منافسه. انا شايف سيراميكا تقيل، وشايف زد تقيل، وشايف المصري تقيل، وشايف الزمالك تقيل، والاهلي تقيل، وبيراميدز تقيل. كل الفرق دي تقيله كرويا جوه الملعب، بعيدا عن اي حاجه هتاثر عوامل بره. ما بتكلمش على حاجه معينه، كل العوامل اللي بره الملعب. فكمنافسه في امل ان انت تشوف منافسه لاخر لحظه. دي اول شق في السؤال. الشق الثاني بتاع السؤال فكره ال 21 فريق. طبعا احنا في يعني اللي بيحصل ده مش صح. ما فيش حد بيقيف دوري، يعني ما فيش حد بيظبط شكل دوري علشان حاجه معينه ايا كان الحاجه هي ايه. وفي الاخر الدوري ليه سعه، واللعيبه ليها طاقه، والجمهور في الاخر عايز يشوف حاجه منظمه علشان تنجح، والمنظومه تنجح، والاتحاد ينجح، وكره القدم المصريه تنجح. بس فكره ان انت بتعالج اخطاء سابقه، ان انت قسمت الدوري مجموعتين، انا مع الفكره دي. وكنت معاه جدا السنه اللي فاتت، وكان نفسي تتطبق من 3-4 سنين، ان انت تلحق تصلح وضع الدوري بتاعك وانك تعمل ده. وده ادانا على فكره، خلانا النص الثاني من الموسم اللي فات كان قوي جدا. كل الفرق اللي كانت في التوب ليج النص اللي فوق بتنافس، وكلها بتعور بعض. يعني كل الفرق، الزمالك اتعادل له 3-4 ماتشات مع فرق كانت ادت وكانت اثرت في الاخر على ترتيب الدوري. فانت لو مش هتنافس فانت هتاثر على ترتيب الدوري، لان هم دول الاقوياء اللي باقيين. دي كانت حلوه ان انت قسمت الدوري للجزء ده. في ناس جت عرضت قالت لك طب ما انا اللي تحت ده جمع نقط اكتر من اللي فوقيه. ما هو جمع نقط عشان بيلاعب فرق اصلا سهله. بالظبط. ما هو ما جمعش نقط علشان هو ما كان قبل كده زي ما بيقولوا كان فلح وفضل مع الناس اللي فوق. ففكره القسمه كانت حلوه لمده موسم مثلا اللي فات، او لو الموسم ده كمان علشان كده، بس ما كانش ليها لازمه ل 21 فريق. مش شايف ان ده في صالح الكره المصريه بالمره يعني. حتى يعني انت بتظلم انديه من تحت وبتظلم انديه من فوق، وهيأثر على كل فكره الدوري. بس اتمنى ان شاء الله ان دي تبقى اخر شكل الدوري بالمنظر ده، قبل ما نرجع بقى للدوري الطبيعي اللي يبقى فيه فرصه ان انت تعوض ذهاب وعوده. دي حقيقه. طيب انا خلصت اسئلتي وخلصت. انا انبسطت جدا. انا كمان والله حسيت ان انا فضفضت. انا كنت عايز اتكلم في حاجات كتير،
وشايف ان احنا محتاجين نكرر التجربه دي، ولو مم. عجبت الناس اتمنى بجد ان الناس تقول رايها سواء ايجابي او سلبي علشان نكمل على ده وتبقى دي حاجه جديده ان احنا بنتكلم فيها. ولو حد حابب يجي يشاركنا ويجي يتكلم معانا في موضوع معين هنبقى مرحبين جدا بالفكره دي. فبشكرك يا مهند على الحلقه الحلوه دي. انا اتبسطت بيها جدا ومحتاجين نكررها تاني. ولو الحلقه عجبتكم ارجوكم ما تنسوش ان انتوا تدعمونا على كل المنصات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والانستجرام والتيك توك واليوتيوب، لان ده فعلا بيفرق معانا ان احنا نكمل ونعمل حاجه تعجبكم لو الناس مهتميه بموضوع كره القدم. وشكرا.